السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد الخاص بأحوال الطقس في الجزائر. اليوم غد الجمعة 7 فبراير 2025 والأيام المقبلة بحول الله. قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا. توقعات من يوم غد الجمعة إلى غاية يوم السبت 15 فبراير 2025. إذا نستهل هذه النشرة بأحوال الطقس المرتقبة ليوم غد الجمعة 7 فبراير 2025. نتوقع بحول الله صعود مد مداري رطب من أقصى الجنوب مرورا بوسط الصحراء إلى غاية الجنوب الشرقي، يقابله تواجد كتلة علوية باردة فوق تونس والشرق الجزائري، مع تيارات شرقية إلى شمالية شرقية، وهذا ما يعمل على تبريد جيد في طبقات الجو العليا، وعليه تتشكل حالة عدم الاستقرار قوية نسبيا ومحليا. والبداية من ورقلة حسيم سعود والوادي، ثم تتوسع هذه الجبهة لتصل نحو تونس وأجزاء من مناطقنا الشرقية ظهيرة يوم غد إن شاء الله بشكل محلي ومتفرق. فعليه بداية من ظهيرة يوم غد سوف تشهد المناطق الشرقية طقس غير مستقر، أمطار غزيرة من حين آخر، وأيضا ثلوج على المرتفعات الشرقية التي يزيد علوها عن 1300 إلى 1400 متر، خاصة على مرتفعات باتنا الأوراس خنشلة وتبسة. أما باقي المناطق الطقس سوف يكون صافي ومستقر، والله أعلم. بالنسبة ليوم السبت نتوقع بحول الله طقس صافي ومستقر على كافة مناطقنا الشمالية والجنوبية صبيحة يوم السبت، لكن بداية من المساء وليلة يوم السبت نتوقع بحول الله التحاق اضطراب جوي آخر يخص المناطق الساحلية الوسطى الغربية والوسطى الشرقية بأمطار غزيرة خاصة ليلة السبت بإذن الله. وهذا الاضطراب سوف يستمر أيضا يوم الأحد، ويشمل أيضا بعض المناطق الداخلية بأمطار على فترات، والله أعلم. بالنسبة ليوم الاثنين 10 فبراير 2025 نتوقع بحول الله استمرار تساقط الأمطار على المناطق الشرقية خاصة الساحلية والقرب منها، ثم تتحسن الأجواء مساء وليلة يوم الاثنين على المناطق الشرقية. أما باقي المناطق الطقس سوف يكون صافي ومستقر، والله أعلم. بالنسبة ليوم الثلاثاء والأربعاء 11 فبراير و 12 فبراير 2025 نتوقع بحول الله طقس صافي ومستقر على كافة مناطقنا الشمالية وأيضا الجنوبية، لكن استقرار مؤقت. حسب آخر التحديثات النماذج العالمية نتوقع قدوم اضطراب جوي نشيط يخص كل المناطق الشمالية من الغرب إلى الشرق بأمطار غزيرة، وهذا بداية من صبيحة يوم الخميس 13 فبراير 2025 إن شاء الله. وهذا الاضطراب سوف يستمر إلى غاية يوم السبت 15 فبراير على فترات، والله أعلم. إذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.